والله لو شفت 100 طريقة، ما في طريقة تملى دماغي ولا تملى عيني زي لانشون الفراخ بطريقتي. تعمليه بالفلفل الاسود، تعمليه سادة، تعمليه مدخن، بكل الطرق هعملهولك هيطلع انجح واحلى مليون مرة من بتاع بره. بصوا قد ايه مطاطي وخطير بجد يا جماعة، تحفة. طعمه خطير، ريحته تجنن، والطعم مفيش بعد. كفاية انك بتاكلي ولادك حاجة نظيفة وانت ضمناها. اول حاجه بقى هتلاقوا المكونات كلها مكتوبه. معايا كوبايه الا ربع من النشا، كوبايه من الميه المتلجه، ويا ريت لو فيها مكعبات تلج زي كده. هندوبهم مع بعض وبعدين هنزل عليهم بالتوابل، رشه بسيطه من كل حاجه: توم وبصل بودر، فلفل اسود، وتوابل فراخ. ما تكتريش توابل فراخ علشان ما تديش لون للانشون يكون لونه اصفر. حطيت كمان مكعب مرق ونص معلقه صغيره من الملح. هضيف عليهم بقى 4 معالق كبار من الزيت، وضروري معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبس كده. قلبي كل الكلام ده مع بعضه واركنيهم على جنب دلوقتي. معايا بقى هنا كيلو الا ربع من صدور الفراخ. الفراخ انا حطاها في الفريزر مجمدة زي ما انتوا شايفين، ودي من اسباب نجاح اللانشون. بيطلع معاكي كريمي وخطير من جوه كده وجيلاتيني من غير جيلاتين، ده علشان الفراخ والمية فيهم تلج. هفرمها ناعم قوي لحد ما تكون معايا كده شبه العجينة. بعدين انزلي بقى بالخليط ده وقولي لي صليتي على النبي ولا لسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لحد ما نضربهم مع بعض ويبقوا عجينة كده، هنجيب الاسترتش راب او الاكياس الحرارية او ورق الزبدة براحتك خالص، وهقسم الخليط على نصين. اول نص هعمله ساده كده علشان ده هدخنه، وهبرمه كده رول، وبعدين هلفه في الورق الفويل او الالومنيوم ده. اما بقى النص التاني هضيف عليه فلفل اسود وهسيبه كده من غير ما ادخنه. اعملي اللي انت عاوزاه، انا بحب اللي بالفلفل الاسود قوي بصراحه. بعدين بقى هاخد الرولين دول وهجيب حله يكون فيها مصفى وميه بتغلي تحتها، وبعدين هنزل فيهم باللانشون وهسيبهم لمده ساعه. هقلبهم على الجنب التاني بعد نص ساعه واسيبهم نص ساعه كمان. المجموع كله ساعه بالظبط على نار عاليه. بصوا بقى ده شكله، طبعا البيكنج باودر خلاه اتنفخ والكيس اتقطع كده، بس لما بيبرد بيرجع يفش كمان شويه. سيبيهم بقى يبردوا تماما وبعدين نشتغل فيهم. هجيب الرول الاول وهحط عليه دهنه زيت، وبعدين هغلفه كله بالبابريكا المدخنه، وهنجيب طاسه كده من غير ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، ونبدا نديله زي تحميصه كده، بياخد بقى التدخينه بتاعه البابريكا ده بيكون تحفه. اما الرول التاني اللي بالفلفل الاسود سيبته سليم. بصوا بقى يا جماعه الحلاوه والجمال، والله والله طعمه ما يفرق ابدا عن بتاع بره، بل بالعكس احلى بكتير. احنا حرفيا الكوزين دول ما باتوش اليوم ده في البيت، اتنسفوا في نفس اليوم. وعملت منهم كمان سندوتشات حلوه قوي للمدرسه، سندوتشات محشيه جاهزه، لو عاوزينها قولوا لي اسيبها لكم في اول تعليق ان شاء الله. بصوا كمان المدخن شايفين قوامه، قولوا لي بقى عايزين ايه اكتر من كده واحلى من كده، صحي ولذيذ ومفيد ويجنن، وكفايه ان انت ضامنه نظافته في البيت. لو عاوزيني بقى انزل لكم لانشون اللحمه والروز بيف والباسترما والحاجات الحلوه التانية دي والتركي، حطوا لايك للفيديو واستنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بحبكم في